قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده جايلكم في فيديو جديد يا بنات، فيديو حماسي. يلا قوموا تشجعي معايا ويلا نشوف هنعمل ايه في الفيديو. في حاجات كتيره. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. اول حاجه يا بنات، حصل لي كارثه في حياتي. اول حاجه عندي التلاجة بتاعتي باظت، الحمد لله ولله الحمد. طبعا كان عندي حاله وفاه، يمكن كلكم عارفين او معظمكم عارف لان البعض ما يعرفش. فقدر الله ما شاء فعل، في حاجات كتير بتبوظ، فيه دربكه كتير في حياتي، نفسيه مش مظبطه. عايزاكم تشجعوني بالله عليكم وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ان انا ارجع تاني زي الاول واتنشط، ونفسيتي ترجع كده، اللي هي ايه، ارتاح كده معنويا من جوايا كده، لان بجد في حاجه تعبانه بس مش عارفه هي ايه. فجدعانة معايا كده وحطوا لي لايكات بالله عليكم، واعملوا اشتراكات كتير وشيروا الفيديو مع اصدقائكم وحبايبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. الفيديو النهارده حلو يا بنات، حطوا لي لايكات. وده اللايك يا بنات، تعملوا اللايك، اعملوا اللايك. يلا بينا. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، يلا في الكومنتات شجعوني. معلش بقى الاصوات هتلاقوها كده النهارده، بس معلش استحمل بعضنا كده. يلا قومي تشجعي. الجو طبعا برد قوي زايد عن اللزوم يعني. بسم الله. عايزه اقول لكم يا بنات، السلكه دي تحفه بجد والله العظيم. يعني اللي ما جربهاش يجربها. بس هي عشان خشنه بقى انا بحط عليها الليفه دي. دي ليفه جديده يا بنات، ما حدش استخدمها قبل كده، فخليتها للغسيل بس المواعين، عشان خشنه وبتقطع في ايدينا. الليفه الصعبه اللي هي الالمون.
عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه على الطقم السيراميك ده. بصوا يبقى غلطان 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 بجد والله. يعني الالمونيا على قد ما هي بتعذبني وبتاخد مننا غلبه في غسيلها وكده، بس السيراميك والحاجات اللي طالعه الايام دي بجد مش عمليه خالص خالص. شايفين طبعا هتقولوا انت بتحتيها ومش عارف ايه، والكاميرا جايباها دلوقتي وكان فيها حاجات محروقه. عايزه اقول لكم يا جماعه هي بتشوط من اقل حاجه، تتحرق من اقل حاجه. دي كده خلاص دورها انتهى معايا. يعني انا بعد كده هطلع لكم في الحاجات الالمونيا. مالها الالمونيا من جوازي ما شاء الله شغاله فيها زي الفل. لا وبتنور في الظلم. لكن بجد الحاجات التيفال والحاجات دي بجد انا مش مرشحاها خالص. بنتي بتقول لي لما تيجي تجوزيني ما تجيبليش حاجات الومنيوم. لا ده انا جايبه لك طقمين الومنيوم وهتاخديهم. هيرجعوا ان شاء الله او هجيبهم لك يا ماما. خلصنا الحمد لله كده. يلا بقى نشوفكم واحنا بنشوي السمك وبنعمل بقيه الحاجات معانا. خلاص كده يا حبايب قلب العدس بتاعنا. هعمل له الطشه على ما اوريكم قوام العدس الاول. هوريكم شكله لسه بقى هنجمله. شايفين يا بنات شويه عدس كده ايه عسل، كوبايه كده تدفع على طول. هنعمل الطشه بتاعته بقى ونرجع مع بعض عشان نشوي السمك. الله 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 على الريحه. الطاسه دي يا بنات بحبها عشان هي صغننه كده بصراحه، بتبقى حلوه قوي في الطشه وفي البيض وفي الحاجات دي، رغم ان هي متاكله كده زي ما انتم شايفينها تفال برضه. ما اقولكوش بقى. ده كان السمك يا بنات، وهو سمك بلمي لسه جايبه دلوقتي اهو. بس انا بقى طبعا عشان غسلته بالليمون وغسلته بالخل وبالحاجات دي فهو ايه مات، لكن هو كان صاحي يعني ما شاء الله. السمكه صبحه. والدليل عن كده استنى هوريكم حاجه. شايفين النخشوش بتاع السمكه احمر ازاي ما شاء الله. السمكه شكلها مبطرخ يعني مليانه كده وماليه مركزها ما شاء الله عليه. هنروح بقى نشويه واوريهولكم. ده ايه؟ ده ايه؟ دي بيقولوا عليها ضنانه بس صغنونه يعني لسه مولوده. شفت شنبه؟ شفت شنبه؟ هي عندها بطاريخ. لا ما عندهاش بطاريخ. دي بيبقى في قلبها. لا بيبقى في قلبها كيس كده منفوخ، عارفينه؟ هو بيبقى كيس كده ابيض كده عامل زي البالونه. يلا بقى نروح عند الفرن. اول حاجه بعملها ان دلوقتي بصلح الفرن شايفين عشان يبقى قلبه نضيف. ده كيس اسمر كده لازم اجيب جنوب الفرن كده وانضفه. هو كان برده ما كانش شوي سهل بس كنت مستعجله ومسلحتوش على طول. اول ما مسحتوش الكيس يا بنات بيلم اي حاجه في الفرن احسن من الخلقه. يعني الخلقه بتلم بس مش زي الكيس. مين بيحب السمك البلمي يا جماعه؟ ما شاء الله شويه سمك بلمي لوز.
الفرن قدح ولا لسه؟ الله اكبر، قدح عسل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الكبيره الاول. مش اي حاجه دلوقتي، السمكه اللي هتطلع في اختها هنعدلها بالحديد. خلي قلبك جامد كده والجدعاني وشوي. كل البنات الصغيرين طبعا، لكن في معايا ناس طبعا شطار كلهم، ربنا يبارك لهم يا رب ويبارك فيهم. عارفين يا بنات اهم حاجه نفرد السمك بعيد عن بعض. اكتر حاجه مستسهلها شوي السمك، مش عارفه ليه. لقاء بتستسهل موضوع شوي السمك، هقول لكم ليه، لانه ما بياخدش وقت، يعني 10 دقايق بالظبط بيكون. شفتوا بقى يا حبايب قلبي السمك كله شكل واحد ازاي؟ ما بقلبش السمك، بس السمكه اللي هتستحق ان هي تتقلب بقلبها. تمام. هو كل الموضوع ان انا بشيل السمكه اللي بتحمر، بجيبها الناحيات وبوض البيضه يا اما غلاب، يعني فيها لسه شويه بياض زي دي كده، اخرها كده بالحديد، لكن ما بقلبش السمك. ما شاء الله السمك بسم الله ما شاء الله. زبده يا بنات، زبده، الله اكبر عليك. شايفين ما شاء الله عليك. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ شايفين السمك ما شاء الله كله لون واحد ازاي وكله موحد ازاي؟ الله اكبر على شويه سمك زي العسل. والله ما عايزين الا شويه بس مخلل وشويه بصل اخضر وشويه خضار كده، وايداح على الرز بتاعك، شويه رز بيض بقى وعيش مع نفسك. ده مش عايز عدس يا جماعه. خلصنا كده بقى يا بنات اهو. شلت بقى واحده بواحده كده حطيته ما شاء الله عليه. وهنا بقى الخلطه الجباره بتاعته. الخلطه ديت نظامها ايه يا جماعه؟ فيها ليمونه وفيها تومه وفيها اللهم صل على النبي وبارك لنا، فيها فلفل احمر وفلفل شطه اللي هو الطويل الحراق ده. تمام. في ناس بتجيب سمكه بسمكه لا انا بحبه بقى كده كله بيشرب مع بعض. او انا كده انا كمان كده. لكن السمكه بسمكه ده بيكون السمك برد وكمان ما بيشربش الحدق بتاعه كويس. تمام. انا برضو هنا هسيبه برضو دقيقه كده او دقيقتين اهو مع نفسه. هنا فوق همسح بقى الفرن بتاعي. ولازم بعد السمك السمين ده يا بنات لازم تمسحي الفرن على طول، ما تسيبوش بقى، لان السمكه ما شاء الله سمينه فعامله زيت كتير في الفرن. هتيجي تعملي اي حاجه هتلاقيه الفرن بيدخن منه. كده خلاص يا حبايب قلبي، خلصنا بقى الفيديو بتاعنا النهارده. انتظروني بقى في فيديو تاني ان شاء الله. هعمل لكم فيديوهات جامده جدا. وخلصنا طالما الحمد لله يا رب العالمين، خلصت كل حاجه في المطبخ وخليت المطبخ جنب زي الفل. هنبدا بقى في فيديو تاني ان شاء الله. وهنعمل بس اهم حاجه اللايكات يا بنات، اللايكات يا بنات والله العظيم فيديوهاتنا هتبقى مشجعه جدا جدا جدا. يلا في رعايه الله ما تنسونيش بقى في اللايك.